السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة اليوم، وصفة الغريبية. أول حاجة نبدأ بها بسم الله ونصلوا على النبي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تلقاكم هذه لا فيديو بخير وعلى خير ومتهنين يا ربي. هذه الوصفة سهلة خفيفة ظريفة وما في حلاوتها تجي بنينة، ماشي هذيك الغريبية اللي تقهم. انا خدمتها هنا اليوم بطريقة مختلفة. ضفت لها اضافة الزبدة. المكونات هنايا عندي 250 غرام ما يعادل قوطيسول كامل درته، وعندي كاس مايزينا، وعندي نص كاس زيت، وكأس إلا ربع سكر غلاسي، وهنايا عندي مغرف صغيرة فانيليا وقرصة ملح، ونحتاج فيها مغرف تكون صغيرة معمرة خميرة الحلوى. ومن بعد طبيعة الحال غادي نلمها بالفارينة. هادو هما المقادير. وصفة ناجحة خصوصا للمبتدئات. نبداو في طريقة العمل. نحط 250 غرام زبدة تكون طرية كيما راكم تشوفوا، نضيف عليها النواشف هادوك اللي وريتهم لكم. المهم غربلوهم كيما المايزينا وسكر غلاسي، غربلوهم مليح. وهنايا زدت عليهم نص كاس زيت، نخلط كامل المكونات بهذا الشكل. وهنايا بعد ما خلطتهم بديت نضيف في الفارينة هنايا دات لي 4 كيسان فارينة بنفس الكاس اللي عبرت به. هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها، تخرج لكم كمية ما شاء الله. طريقة سهلة وخفيفة وناجحة. تبعوا غير الخطوات برك. شوفوا هنايا القوام اللي تحصلوا عليه، ما تقشحوهاش بزاف وما تخلوهاش طريه بزاف. نجيب البلا تاعي ندير فيه بابي كويسو، وهنايا كنت شكلتها على شكل كريات صغار على هذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. هنا يكونوا متوسطين، ماشي صغار بزاف وماشي كبار بزاف، باش تجي الحبه متحوفه. وهنايا نضيفوا لها اكيد القرفه على هذا الشكل، ومن بعد نديرها طيب هنايا كل وحده والفور تاعها. وهنايا شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. شوفوا اللون تاعها الشكل تاعها. دوك نوريلكم هنايا قص لي كميه ما شاء الله. ننصحكم تجربوها وترجعوا لي في لي كومونتير. شوفوا هنايا كيفاش طابت. المهم نقصولها في النار عفوا، باش تطيب لكم كامل من الداخل، ما تبقاش معجنه وتجي طريه وخفيفه. شوفوا هنايا الصوره راهي تعبر. ومن بعد هنايا في طبق التقديم شوفوا كيفاش درتها ديكور بسيط خفيف ظريف. شوفوا هنايا غادي نقسم لكم حبه تشوفوها بطبيعه الحال كيفاش خرجت طايبه وخرجت هشيشه تذوب في الفم. هذيك المايزينا زادت عطات لها طراوه، كيما نعرفوا بلي المايزينا دائما تعطي هشاشه للكاطو تاعنا. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. ننصحكم تجربوها وتدعوا لي. واللي عجبتها الوصفة عجبتها قناتي ما ينسانيش بالدعم والبارطاج، وما تنساش ابوني وجيم وكومنتير فضلا وليس امرا. فالتالي بقاني غير نقولكم في وصفة اخرى باذن الله. بسلامة.